السلام عليكم يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة جدول الإنقاذ. النهاردة لو أنت طبقت اللي أنا أقولك عليه ده هتجيب مجموع، لو أنت ما طبقتش صدقني أنت هتروح خلاص في داهية. آسف جدا جدا في اللي أنا أقولك النهاردة ده، ولكن صدقني أنت هتخرج من الفيديو ده معاك جدول مش محنك خالص زي ما أنت متعود إن أنا أقولك على آخر شابتر اللي أنا هقولك المفروض تذاكر كام، يجي 3 شباتر في اليوم والحاجات دي كلها. هقولك النهاردة على حاجة هتنقذك، هتطلع إن شاء الله عارف اللي ليك واللي عليك في الحلقة دي، وعارف إن إن شاء الله لو طبقت في الحلقة دي باذن الله هتجيب مجموع باذن الله. الحلقه دي مهمه جدا لكل طالب الثانوي سواء علم علوم او علم رياضه او حتى كمان ادبي. باذن الله هقول لك على الخطه الذهبيه والسريعه في وقت واحد ان انت ان شاء الله من خلالها تقدر تجيب مجموع. لو انت فعلا عايز تجيب مجموع، ولو انت فعلا قد المسؤوليه وقد السنه كلها اللي ممكن لسه ما راحتش عليك ولا اي حاجه، وقد ثقه اهلك فيك، اسمع الحلقه دي وطبقها، وباذن الله هتلاقي في فرق كبير جدا. كل اسبوع بتطور في المنهج ان شاء الله في الخطه اللي بالنسبه لي هي خطه الانقاذ دي. يلا مع بعض نبدا الحلقه. طيب عايزين نتكلم بقى طريقه شويه فيها نوع من انواع الجراءه شويه. انت اهملت ايا كان عندك ظروف، كان عندك ضغط، كان عندك ايه، ما كنتش بتذاكر كويس، اليوم بيروح عليك بسرعه، ايا كان انت كان عندك ايه في حياتك، خلاص بقى نركن كل ده على جنب. تعالى بقى كأن شهر، انا عايزك تعتبر كأن شهر الثانويه العامه هو شهر 5، كأن شهر الثانويه العامه بدايه شهر 5 ونهايه ايه الثانويه العامه. يعني انت بالنسبه لك شهر الثانويه العامه هو شهر 5، فتعتبر ده في دماغك. عقلك الباطن ده اكتر واحد ممكن يأذيك هو نفسه، وعقلك الباطن لما يفكرك ان انت صاحبي ده بيذاكر من شهر 9، مهما ذاكر مش هيجيب مجموع، مهما ذاكر مش هعمل. والله العظيم يا جماعه في ناس مش عايز اقول لكم ما ذاكرش حتى في شهر 5 وجابت مجموع، ده بسبب حاجات تبقى عاملاها مع نفسها ومع ربها. لما حتى تقدر تتعب نفسها وتعمل على اقصى مجهود بتعمله، ربنا ما بيضيعش تعبها ابدا. انت ماشي هنقول ان انت ما كنت مرتاح طول السنه، انت قدامك شهر اهو هتقدر تثبت نفسك فيه، ربنا هيكافئك فيه. مش هتقدر تثبت نفسك فيه، فاقفل الحلقه دي وروح اتفرج على الفيسبوك، العب بلاي ستيشن، وبعد كده تحصل على نفسك لما كل اصحابك يجيبوا مجاميع وانت قاعد محلك سر، واللي يقول لك انا كنت بذاكر اصلا في شهر 5. فاهم حاجه في الحلقه دي، نفسيتك لازم تكون متظبطه، لازم تكون نفسيتك متظبطه. طب يلا نخش بقى على الجدول اللي انا هقول لك. هو لازم ورقه وقلم جنبك كده وتحسب معايا، وهخليك انت تتفاعل معايا في الحلقه دي. هسالك سؤال كده وكل اللي بيتفرج عليا يجاوبني كده مع نفسه. حتى انت عندك كام ماده؟ سؤال سهل جدا، عندك كام ماده في الثانويه العامه سواء علم علوم او رياضه او حتى كمان ادب؟ طيب اكتر مواد صعبه كام ماده عندك؟ هتبدا تحسب لي بقى. يعني انا عايزك هتقول لي مثلا اكتر مواد صعبه بالنسبه لي هم 4 مواد. ممكن تقول لي فيزياء، رياضه، احياء، فلسفه، تاريخ، ايا كان المواد اللي عندك ايه. انت مع نفسك كده ورقه وقلم كده زي الشاطر كده، وتبدا تكتب لي اصعب 5 مواد عندك هم ايه. وتابعوني كمان على الجروب، هنزل لكم كمان الجدول بطريقه جميله جدا ومنظمه بحيث ان انتم تمشوا عليها باذن الله حتى لو اسبوع واحد بس. ده مش جدول تقليدي خالص عشان ما فيش حد يمل منه. هتقول لي انا عندي 5 مواد صعب، تمام. احنا عندنا الشهر ده كام يوم؟ عندنا الشهر ده 30 يوم. طيب يا سيدي انا عايزك كل اسبوع تعشوق لي ال5 مواد دول. هتقول لي مثلا احياء مع فيزياء، الاسبوع الاول هاخد كل يوم شابتر واحد من الاحياء وابدا احل عليه امتحانات كأن الامتحان بكره، هبدا احل عليه امتحان كأن الامتحان بكره. همسك الشابتر الدعامه والحركه هبدا افصصه من اول للاخر، وابدا احل امتحانات طول اليوم عليه بحيث ان انا اجي انام يبقى انا بالنسبه لي الشابتر ده كأن ده الوحيد اللي همتحن عليه بكره، كأن الاحياء كلها هي يعني هي الشابتر ده. تبدا تذاكر مع نفسك الشابتر. انا بديك شابتر في اليوم، اكتر من كده جدول ازاي مش هتلاقي. شابتر في اليوم وتحل عليه امتحانات بحيث ان انت كأنك الصبح رايح تمتحن في الشابتر ده. ثاني يوم هتمسك الاحياء برضو، تبدا تحل الشابتر الثاني وتبدا تذاكر على الشابتر الثاني وتبدا تخلص الشابتر الثاني ثاني يوم. ثالث يوم هتخش على الشابتر الثالث. انا بديك شابتر واحد في اليوم بس، اركن اي حاجه على جنب دلوقتي، بديك شابتر واحد في اليوم مش اكتر. تبدا تحل الشابتر الثالث مع امتحانات، وهتاخد من المواد الفرعيه اللي جنبك نص شابتر كل يوم. يبقى احنا عندنا محصله الاسبوع ده كله بتعتمد على ايه؟ على اول مادتين صعبين وماده نظري او ماده سهله. ماده هتاخد 3 ايام فيها كل يوم شابتر وتبدا تحل امتحانات عليها. انا بديك في اليوم بس شابتر، يعني مين اللي هيقول لك كده؟ اي جدول محنك كده يقول لك انا عايزك تديني 3 مواد كل يوم وتحل 50 امتحان والحاجات دي كلها. انا بديك شابتر في شهر 5. هتيجي كده تحسبها مع نفسك، انت محصلتك في اخر الاسبوع ده هتكون مخلص اكتر من 8 او 9 شباتر. لو كل شابتر هتاخد فيه ماده يبقى والثلاث مواد عندك مادتين صعبين وماده نظري، يبقى انت هتخلص في الاسبوع 9 شباتر. بالنسبه لك 9 شباتر في الاسبوع دول انت واخد كل شابتر في اليوم، فبالنسبه لك انت حليت
امتحانات كبيره جدا وكتيره جدا جدا جدا، فبالتالي انت نفسك هتبقى فرحان بنفسك، وبالتالي انت عقلك ما فهمتوش ان هتاخد مواد كتير كل يوم رص كده، وان انا اقول لك انا عايزك من الساعه كذا للساعه كذا، كل ده كلام في الفاضي. انت هتمشي على الجدول ده اسبوع بس، تبدا تشوف نفسك هتقدر تمشي عليه، يبقى انت هتكمل للطريق الصح اللي هيخليك تجيب مجموع. مش هتمشي عليه اوعدك ان انت مش هتجيب مجموع وهتفضل فاشل طول عمرك، وهتتحسر على نفسك لما تخش تجيب مجموع قليل وتشوف كل اصحابك جابوا درجات كويسه وانت فاشل. انا اسف جدا جدا. مستني ايه تاني؟ انا بقول لك شابتر في اليوم واحد بس يا جماعه. طبقوا الطريقه ديت كلها كده وقولوا لي في التعليقات بعد كده اما تطبقوها، وان شاء الله باذن الله انتوا تشكروني على الطريقه دي. هتبدا تاخد شابتر في اليوم وتحل عليه امتحانات بقى كتير، كل الامتحانات للشابتر ده تحلها، ما تسيبش حاجه غير لما تحلها. انت عندك اليوم كامل شابتر واحد بس، يعني اكتر من كده ايه؟ والاسبوع اللي بعده تبدا بقى ايه؟ تغير بقى، تجيب مادتين، تجيب مثلا رياضه، تجيب مثلا لو بالنسبه لك الانجليزي ماده صعبه تبدا تاخدها، وتبدا 3 شباتر في الاسبوع و3 شباتر في الاسبوع، بحيث ان محصله الاسبوع اللي بعده يكون معاك 9 شباتر من مادتين وماده نظري. تاخد ماده نظري نص شابتر فقط مش اكتر، ماده نظري نص شابتر مش اكتر. ما تقولش ان الماده دي سهله انا هخليها في يوم واحد شابتر، لا، انا عايزك تاخد نص شابتر وتحل عليه امتحانات يا سيدي. تبدا التاني نص شابتر وتحل عليه امتحانات، هتلاقي نفسك محصله الاسبوع اللي بعده 9 شباتر، هتلاقي نفسك جمعت كم الشباتر اللي انت مش عارفها في وقت قصير جدا جدا، وحليت امتحانات كافيه جدا جدا. هتيجي قبل الامتحان ده بيوم ولا 3 ايام، هتيجي تراجع هتلاقي نفسك الحمد لله المنهج خلص. انا ما كنتش عارف ان المنهج سهل كده. صدقوني والله العظيم الطريقه دي انقاذ بمعنى الكلمه، ان انت بحيث ما بخليش عقلك ياخد مواد كتير وفي نفس الوقت ما بوهمكش ان انت قدامك الوقت قصير، لا، ده انت قدامك الوقت لسه طويل انك تنهي. احسب بقى كده قبل ما تبدا كده انت عندك كام ماده، وتبدا تحسب مع نفسك الخمس مواد الاصعب هم ايه اللي تبدا تجزأهم على الاربع اسابيع دول، كل اسبوع مادتين مع ماده نظري. صدقوني هتفرق معاكم جدا جدا، ومع كل شابتر بتخلصه تعمل كده علامه صح ان انت الحمد لله نهيت الشابتر ده بكل امتحانات. ايه بقى اللي معطلك بقى؟ ايه اللي مخليك ما تبداش؟ ايه اللي قول لي كده اجيب لك جدول صعب ليه؟ هو ده الجدول النهائي اللي انا همشي عليه واللي انتوا تمشوا عليه كمان. انا همشي عليه في حياتي كمان دراسيه او كليه او ايا كان، وانتوا كمان تمشوا عليه. صدقني العشوائيه في المذاكره في الشهر ده لا تعرف تجمع معلومات ولا تعرف تذاكر. هتلاقي اليوم بيعدي عليك كده من غير ما كانك بتحل امتحانات تكراريه، انت عارف الاسئله. انا عايزك تعتمد بقى ان انت دماغك ده فاهم كويس جدا وبتبدا تحل.